ملاش القلب، بالعكس النتيجة اللي وصل لها الطب الشرعي بيأيد صحة دفاعي، لأن ده معناه إن دعاء زوجي كانت مصابة بصدمة عاطفية زي ما شرحت لسيادتك، فلجأت للمخدر اللي أدى لوفاتها. ده كلام فارغ. طب ازاي واحدة سن بنت تلاقي مخدر بالسهولة دي؟ سهل ان المخدرات تبقى في بيوتنا؟ ايه؟ اسبرين؟ ومين اللي قالك ان انا اللي ممكن الاقيه بسهولة؟ انا حزينة على موت دعاء اكتر منك. انا كنت بحبها اكتر ما انت حبيتها. دعاء دي كانت اعز صديقة ليا. استاذ رمزي. يا فندم، انا شايف ان الوفاة جنائية من غير اي شك، وانا بتهم منال احمد سليمان انها ادت المجني عليها دعاء جرعة كبيرة من المخدر ادت الى وفاتها. هي بالقطع ما كانتش تقصد تقتلها، والا ما كانتش وصلتها بنفسها لغاية بيتها، لكن اكيد كانت تقصد تخدرها، وده لسبب او اسباب هيكشف عنها التحقيق. ده اتهام ليس له أي سند من الواقع. اكتب. اولا، تصرف منال احمد سليمان من سرايا النيابة. ثانيا، تطلب تحريات المباحث وتعرض علينا الاوراق للتصرف. وبعدين بقى